أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا الأولى من برنامج على الوتر. في هذه الحلقة ترسو سفننا في موانئ العطاء. لماذا العطاء؟ وما هو العطاء؟ العطاء أيها السادة هو سفينة نوح التي يركب فيها المخلصون لروعتهم ليفلتوا من طوفان الأنانية والنشوة الأخلاقية في زمن يرتدي غياب المعايير والقيم التي يصبح عليها خلاصنا البشري. العطاء هو جوهر الوجود وروحه التي تلمع في صميم مكوناته. فإذا نظرنا للسماء مثلا نجدها تمطر ولا تطلب أجرا، والأرض تنبت ولا تبغي ثمنا، والشمس تشرق بألقها المعطاء ولا تطلب يوما الراحة أو تعتذر يوما عن عدم الشروق. لأجل من يحدث كل هذا؟ لأجل من يفجر الوجود طاقاته ويتبارى في عطاءاته؟ أظن أن هذه الأسئلة كلها لا تحتاج لإجابة فيلسوف أم عالم أم لبعيد نظر، فكل تلك العطاءات التي يفيض بها الوجود هي من أجل الإنسان. نعم، الإنسان. فهل يتعلم الإنسان العطاء مما حوله من مظاهر الطبيعة، أم أننا تعودنا على عدم التأمل؟ إن الإنسان أعزائي الذي لا يعطي يصبح خارج منظومة الوجود وعنصرا شاذا في مكوناته. لا شك أن هناك بعض مظاهر العطاء التي ينجبها الإنسان تستحق أن ترسو عندها الإشادة. ها هي الأم مثلا تضحي براحتها، بل تضحي بحياتها في سبيل راحة أبنائها، ولا تبالي بما تلقى من تعب وسهاد. بل أحيانا تجدون أن بعض الأمهات تستلذ بأن تعطي، وكأنها خلقت لتدمن العطاء، مما يدل على أن الإنسان يملك أن يعطي. نعم، يملك أن يعطي وأن يرتفع أيضا في مستوى عطاءاته. وكم من أناس ضحوا في سبيل أفكار ومبادئ وعقائد منحوها إخضرار أرواحهم، وظلوا على إصرارهم حتى تفتحت أحلامهم وعطرت جسد التاريخ، وما زالت خطاهم قدوة للأجيال القادمة. إن الإنسان أعزائي الذي يبخل يقتل في نفسه خمائل وحدائق يمكن أن يستظل بها ضميره. والبخل هنا أعزائي ليس البخل المادي فقط، فكما أن العطاء دروبا كثيرة يمكن أن يمشي بها الذين آمنوا به، منها ما هو حسي وما هو معنوي أيضا، وكذلك للبخل له من يعشقون سبيله، وما أتعسهم فلا يربح إلا من يعطي. وهذه هي أمر الطبيعة، وهذه هي سنة الحياة. فمن لم يعطي كيف يطمع في عطاء الله عز وجل، أم يطمع في عطاء إخوته البشر؟ ولا مقارنة هنا بين عطاء الله وعطاء البشر. وإذا أردنا أن ينتشر العطاء ينبغي أن نربي أبناءنا على مبادئ العطاء والإيثار حتى يتحول العطاء إلى عادة لديهم. فكما نربي الأبدان ينبغي أن نربي فيهم الإحسان أيضا، وأن نعلمهم أنهم عندما يحسنون إلى غيرهم فإنهم يحسنون إلى أنفسهم. فالعطاء هو الحقل الذي يزرع فيه المرء نقاءه الإنساني، فيقطف البهجة والمحبة ويرتقي المجتمع في ذوقه وأخلاقه أيضا. وإذا نظرنا لما نتمتع به من تقدم وازدهار في عصرنا الحالي نجد أنه ثمار وعطاءات أجيال سابقة وعصور ماضية أيضا. فإذا كان العطاء الإنساني هرما مثلا، فنحن اليوم نقف على قمة هذا الهرم، ومن يأتون بعدنا سوف يقفون مكاننا ويتمتعون بثمار اختراعاتنا ومنجزاتنا، كما قد تمتعنا بما أنجزه أسلافنا. وإذا كان فيلسوف الشك ديكارت يقول أنا أشك إذا أنا موجود، فإنني في بردة اليقين أقول أنا أعطي إذا أنا موجود. فالعطاء أيها السادة هو حياة الحياة. كان معكم محدثكم أمير الأسدي، إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج على الوتر.